طيب. الو، مساء الخير يا فندم. حازم، كل سنه طيب. وحضرتك طيب. معلش انا اسف، حضرتك صاحي من النوم شكلك، معلش. طيب، لسه كنت بتكلم في المقدمه على الماتش امبارح، وكنت بقول يعني ان الزمالك كسب ثنائيه السنه دي، والماتش لا يقلل منه على الرغم من طبعا من النتيجه الثقيله، ولكن يعني هو ماتش. انت حضرتك شايف الماتش ازاي يا فندم؟ شايف النتيجه ازاي؟ والله يا كابتن حازم، مفيش النتيجه ثقيله ونتيجه خفيفه. دول 3 بونت خدوا من النجم الساحلي لانه هيبقى احسن وسط جماهيره، ودي مباراه. الزمالك واخد دوري واخد كاس كسبان النادي الاهلي، البطوله الكبرى اللي بين الزمالك والاهلي المحليه اللي هنا. فدي مباراه الزمالك ما كانش في يومه، وده وارد في كل المباريات بتاعي. يعني برشلونه اعتقد اتغلب 4 وبايرن ميونخ اتغلب، فوارد. لكن الهزيمه اسباب طبعا بيعرفها المدير الفني، هو هيقعد يكلم الولاد يقول له عليها. لكن انا متفائل ان احنا هنكسب ان شاء الله هنا 4 باذن الله ان شاء الله. يعني الناس كانت متوقعه رد فعل عنيف من جانب حضرتك بعد الماتش، وكل الناس مستنيه مرتضى منصور هيعمل ايه؟ هيقيل الجهاز؟ ليه هو الجهاز اللي مش لسه جايب دوري وكاس واللعيبه دي لسه قايله عليهم رجاله وابطال. تمام. لكن في اسباب. بص، نمره واحد يعني سبب مش بايدنا. النهارده خدت وسط الزمالك ما كانش موجود لانه كان بيمثل مصر او بيمثل جيش مصر في البطوله العسكريه. ابراهيم صلاح وتوفيق دول اللي خدت وسط بتاعي، مش كده؟ ومع ذلك احنا ما بنتكلمش. لما طلبوا قلت لهم روحوا، رغم ان في انديه ثانيه بترفض. بس ده في النهايه جيش مصر، ودي بطوله تهم جيش بلدي. وانا راجل وطني قلت يروحوا، مفيش مشكله. الزمالك بيمثل مصر صحيح، بس الجيش او الفريق الجيش بيمثل مصر وجيش مصر يعني. فدي نمره واحد. فانت لعبت بدون خط وسط. 2 الجماهير. انا مش هلعب الماتش اللي جاي من غير جماهير. انا مش هلعب الماتش اللي جاي من غير جماهير. ده طلب رئيس نادي الزمالك من الجهات الامنيه. مش هلعب الماتش اللي جاي من غير جماهير، كلام واضح. كام يا فندم؟ يعني عدد كام؟ السيد رئيس الوزراء، السيد وزير الداخليه، السيد وزير الشباب، اي سيد. انا بطبع دعاوي لاعضاء الجمعيه العموميه بتوعي علشان بلطجيه الالتراس لن يدخلوا استادات طول ما انا رئيس نادي ورئيس لجنه انديه. لا التراس اهلي ولا زمالك، مفيش حاجه اسمها التراس خلاص. هنتكلم فيها دلوقتي. البلطجيه اللي سافروا وبقول لك احنا بلغنا فيهم وكلام قله ادب، مش مشكله. واخد بالك؟ فانا دخل اعضاء الجمعيه العموميه ناس محترمين، الاهلي عنده اعضاء جمعيه عموميه محترمين. هو ما هو طبعا في جماهير كتيره محترمه غير اعضاء الجمعيه العموميه. خلي بالك. بس انت مضطرين دلوقتي، واخد بالك؟ انت يعني شفت انت الاستاد بتاع سوسه كان مليان ازاي؟ صح. ودي مناسبه طبعا بشكر الشعب التونسي الجميل على حسن الاستقبال وكرم الضيافه، وده مش غريب. بشكر النجم الساحلي، واخد بالك؟ صحيح بعض الولاد اللي في الجماهير تطاولت، وده طبعا وضع طبيعي، لان زي ما احنا عندنا عائله الادب، هم برضه عندهم عائله الادب، مش كل جماهير ملايكه. بس الغالبيه العظمى كانوا كويسين يا فندم جدا، ادب واحترام وذوق، واخد بالك؟ فانا مش هحاسب شعب محترم استقبل الولاد استقبال جميل من ساعه ما نزلوا لغايه ما رجعوا عشان 15 20 عيل. انت شفت البتاع الليزر الاخضر ده اللي كان بيجي على نفس السفاله عندنا احنا الكلام ده برضه، واخد بالك؟ لكن او الواد اللي نزل الملعب اقتحم الملعب زي ابو جلابيه اللي عندنا، واخد بالك؟ لكن المجمل لا طبعا نادي محترم، استقبلنا استقبال محترم، شعب جميل محترم جدا، حسن الضيافه. اما بقى الولد اللي اسمه محمد محمود ده القنصل المصري ده مش مصري اولا، ده اخوان مسلمين من جماعه الاخوان. هو فعلا قال الكلام ده يا فندم على صفحته الشخصيه؟ عشان انا ما عنديش تاكيد على الكلام ده. لا هو من جماعه الاخوان المسلمين. اولا السفير التونسي، السفير المصري في تونس لازم يتحاسب، ما حدش يروح لهم. هاني زاد هتف سبق الاول. معامله سيئه جدا من السفاره، سيئه جدا جدا من السفاره، واخد بالك؟ وانا ما اعرفش يعني هل محمد محمود ده ما فيش حد رئيس ولا ما فيش حد بيجي؟ يعني مش يعني لغايه دلوقتي مش مستوعب يعني مين ده؟ مين الولد ده اصلا بقى؟ عايزين نعرف يعني الدوله مين ده؟ هو الزمالك كان بيمثل نفسه؟ الزمالك بيمثل مصر. يعني السفاره ما كانتش متعاونه مع نادي الزمالك خالص؟ نهائي. حاجه غير طبيعيه، مع ان الزمالك راح نادي كتير قوي تونس يعني. بالظبط كده. ولا انا عايز اقول لك راح كتير، والشعب التونسي الجميل هو اللي بيستقبل، والنجم والناس بتوع النجم والصفاقسي والترجي بصراحه. حتى الانديه اللي احنا ما لعبناش بيروحوا للفريق يعني يقعدوا معاهم، شيء محترم وراقي جدا جدا. اما الولد ده لازم يتحاسب. مين ده بقى؟ واسطته مين اللي معينه؟ يعني خلص احترامنا وتقديرنا ليه يا فندم في البرنامج ده طبعا. انت تحترمه انت زي ما انت عايز. انا ما بحترموش ومش هحترمه. وقال لي هاني زاده كده علنا، انا امي مش عارف شتمت مش امي اتشتمت،
انت شغال في فرن، انت قنصل مصر، ومين اللي عينك؟ طب هو يا فندم معلش الموضوع ده برضو عشان حضرتك تبقى ترد لنا عليه، هو بيتكلم على ان الاولاد ما عملوش حاجه دلوقتي فبالتالي يا استاذ الفاضل انا رئيس لجنه الانديه، معايا حكم النهائي وبات جماعه ارهابيه محظوره الالتراس، واي حد هيتعامل معاهم هياخد بالجزمه القديمه ايا كان مكانه. كلامي واضح، دي محكمه، حكم محكمه، هنهرج ما جماعه ارهابيه محظوره اسمها الالتراس. الماده 86 من كل العقوبات كل ما ينتمي ليها. حتى يا فندم اللي هيبقوا كويسين ويشجعوا، حتى اللي هيبقوا كويسين ويشجعوا الزمالك يقول انا اسمي جمهور الزمالك، يقول لي انا اسمي جمهور زمالك، تمام، ينسى كلمه وايت نايس والترس، انا جمهور الاهلي فوق دماغنا، يقول انا ما في ولاد كويسين بيشجعوا خلاص، اكيد، ايه المشكله؟ بس اسمه ايه؟ انا جمهور. الحكم بيتكلم عن الترس اهلي والترس زمالك، بيتكلم كده عنهم، قال لك جماعه ارهابيه مسلحه محظوره، خلاص قصه منتهيه، انا مش ههرج. وبعدين لكن لو هم بيشجعوا باحترام ودخلات حلوه وكده مفيش اي مشاكل. دخلات اسمه جمهور الزمالك، لا دخلات ولا مخارجات. احنا واخدين دوري وكاس بفضل ربنا وغالبين الاهلي من غيرهم. تمام. فاي حد يقول لي اصل ده طيب حضرتك بتطالب الجمهور قد ايه في الماتش الجاي؟ يعني حوالي كام اللي شايف ان ده مش اقل من 10000 يكونوا موجودين في كلهم اعضاء جمعيه عموميه حاجه يخشوا بالكارنيه؟ يحضروا. طب هل نادي الزمالك يقدر يعمل الموضوع ده يا فندم؟ هل ماتش بعد ماتش الزمالك والاهلي اللي فات واللي حصل فيه كان في زحمه كتير، وحضرتك كنت برضه اشرت للزحمه وحصل ما نوعا ما في الدخول، هل الزمالك يقدر يتحمل انه يدخل 100,000 من اعضاء جمعيه عموميه فقط؟ كابتن حازم، ماتش الاهلي والزمالك اللي فات كان فيه 3000 مشجع اهلاوي. تمام، مشجع اهلاوي، خلي بالك مش بلطجي، مشجع، محدش فيهم غلط غلطه. عارف ليه؟ عشان عارفين قيمه الاهلي. وكان في ناس من الزمالك عدد قليل بس عارفين قيمه الزمالك. انما شغل البلطجه بتاع الالتراس في الاهلي والزمالك، بقول تاني، طول ما رئيس لجنه انديه مفيش فيهم عيل مجرم هيخش مدرج ولا موجود. يا حازم، احنا عايزين الجماهير المحترمه ترجع أكيد. ولا عايزين نبلطج؟ نفسي اروح مع بناتي، يعني انا بناتي ما شافوش الزمالك في الملعب، نفسي اخدهم معايا واتفرج. بناتك يشوفوا عيال جايبه بول ترميها على العساكر، ولادك يشوفوا عيال بلطجيه عاملين هدومهم مدين ظهرهم للماتش، ولادك يشوفوا تكسير المدرجات وحرق عربيات. لا طبعا، مع الوقت الناس بيخاف هتاخد عياله الصغيره معاه في الموضوع. بقول لك ماتش الزمالك والاهلي اللي فات، والاهلي الزمالك كان في 3000 واحد من جمهور الاهلي، اقسم بالله ما في غلطه واحده. غلطه. يعني انت حضرتك ان شاء الله تتوقع باذن الله يكون في جمهور الماتش الجاي، او تتمنى ذلك من الجهات الامنيه؟ لا انا بطبع دلوقتي 10000 دعوه خلاص لاعضاء جمعيه عموميه، بالكارنيه النادي يخش ياخد الدعوه، هيخش بكارنيه النادي وبالدعوه. تمام. عشان انا راجل اضمن اللي داخل ده عضو جمعيه عموميه محترم، طبعا جماهيرك طبعا العديقه بالملايين في الزمالك محترمه في مصر وخارج مصر. انما انا عايز وممكن والله الزمالك يعملها، يعني يعني يجيب 3 اجوان على او 4 مثلا، نتيجه تقيله بس يلعبوا اللي عليهم. وحتى كابتن حازم ليه انا مش يعني ليه زعلان؟ نمره واحد لان دول الولاد اللي انا رفعناهم على الاعناق من اسبوع. تمام؟ مش معقول يا جماعه زي بالظبط انت بتتعامل مع قاضي يديك حكم تسقف له يحكم ضدك تشتمه. نفس القصه، دول ده جهاز فني اشتغل، جاب لك دوري وكاس، واخد بالك، وكسب لك النادي الاهلي غريمك التقليدي. تمام؟ دي مباراه الزمالك ما كانش موجود فيها، ليها اسباب كتيره، مش انا اللي اتكلم فيها، مدير الفني اللي اتكلم فيها. بس حاجه يا فندم فنيا بتتكلم دلوقتي برضه، وليك تشكيلات وليك حاجات في ايه؟ عامة يعني ليك اراء فنيه برضه، ومين يلعب ومين ما بيلعبش وكده، فبرضه بنسمع منك برضه. يعني انا عايز اقول لك حاجه، دليل على انه انا ماليش راي وكل ده هزار في هزار. حماده طلب. نعم، حماده طلبه بيلعب. حماده طلبه بيلعب والشناوي ما لعبش بقى بره. واخد بالك؟ لا ده كلام هزار، ده الناس اللي بتهزر يعني. واخد بالك؟ زي الهزار بتاع جامايكا لما الزمالك يتغلب، واخد بالك، وقلنا يا جماعه كان في اللي راحوا فكوا مش عارف راحوا شبرخيت فكوا السحل والكلام دوت، فقال لك ايه تريقه. لما الاهلي اتغلب قال لك ايه، شوف الاجوان كانت بتشاط من الاهلي لما الزمالك كان عامل سحر، اي كلام اي تاريخ يعني مش مشكله. لكن انا عايز اقول دي مباراه عدت الحمد لله على خير. تمام؟ انا غالب اورلاندو هنا كام؟ مش 4؟ انا اسف، واقوى من النجم الساحلي. اورلاندو اقوى، انا اعتبره اقوى الفرق. فرقه قويه طبعا، توصل فرقه قويه جدا. لما اجيب فيها 4 ما اقدرش اجيب هنا في النجم 4. ان شاء الله. بس اديني عوامل النجاح. نمره واحد، جمهوري المحترم يحضر. زي ما انا شفت استاد سوسه كده، الاف التونسيين او الاف المشجعين النجم الساحلي بيشجعوا بحراره، واخد بالك برضه التجاوزات 15 20 ما لهمش قيمه، خلينا في المجمل يعني. لا ده باحترام. خلاص انا برضه فريق احس ان فيه، والاهلي نفس القصه.
وانا مسؤول الزمالك بس، والاهلي عنده ماتش ثاني يوم مع اورلاندو لازم يبقى مدرج اللاعب كده على الاقل 10000. والا ما تقوليش بص، ما هو انت ما تكتفش ايديا ورجليا وتحط حاجه في ظهري وانا ما بعرفش اعوم وتقول لي عدي المحيط الاطلنطي، واخد بالك؟ ما انا هغرق. ده اللي انت هتعمله فيها بالظبط. من فضل حضرتك الالتراس مش جماهير، الالتراس دول بلطجيه، نقدر نبعدهم بالجمعيات العموميه. اهلي عنده مش اقل من 100000 عضو عامل في الجمعيه العموميه، ده في 4 يعني حوالي نص مليون، واخد بالك؟ مش هيقدر نجيب 10000 واحد، بالاضافه للمشجعين العاديين. يعني مثلا انا عندي الخواجه مشجع عادي احنا عارفينهم بقى، اللي هو بالاسم بتوع زمان دول، بتوع زمان تعالى والاهلي يجيب ناسه، واخد بالك؟ بقول لك تاني. طب عايز اخد حضرتك لحته ثانيه برضه يا فندم معلش.